في سنة 2023 طارت طيارة صغيرة فيها 7 ركاب من ضمنهم وأطفالها الأربعة. الطيارة دي طارت فوق غابات الأمازون في دولة كولومبيا، لكن بسبب عطل في الموتور وقعت الطيارة وسط الغابة. قوات كتير من الجيش الكولومبي ومعاهم شوية من السكان الأصليين ومتطوعين طلعوا عشان يدوروا على الطيارة المفقودة ويحاولوا ينقذوا الركاب لو لسه في حد منهم ناجي. مش هقول لكم تفاصيل أكتر في المقدمة عشان ما أحرقش عليكم، بس صدقوني القصة دي غريبة جدا بشكل هيصدمك. السلام عليكم، أنا محمد ياسر. بتبتدي أحداث قصتنا في سنة 2023 بالتحديد في قرية صغيرة على ضفاف نهر جبورة في دولة كولومبيا. في القرية دي كانت ساكنة اسمها ماجدولينا عندها 33 سنة ومعاها 4 أطفال. البنت الكبيرة اسمها ليزلي وعمرها 13 سنة، والبنت التانية اسمها سوليني وعندها 9 سنين. الولد التالت اسمه تيين وعنده 4 سنين، وآخر العنقود طفلة رضيعة عندها 11 شهر واسمها كريستين. في نفس القرية كانت ساكنة جدة الأطفال اللي هي أمهم واسمها كان فاطمة. مش عارف ازاي الاسم ده عربي خصوصا انهم من السكان الاصليين في كولومبيا، بس عموما الجده دي كانت بتحب الاطفال حب شديد، لكن كانت بتكره جوز بنتها. الراجل ده كان اب لطفلين من زوجه ثانيه، الطفلين الصغيرين تيان وكريستين. طب هي ليه كانت بتكرهه؟ لانه كان بيعنف بنتها ويضربها، كان اب وحش وبيأذيها. ومع كل ده الزوجه كانت محتاجه دعمه المادي، فكانت مضطره تسكت وتتحمل عشان الاطفال، وكمان كانت خايفه منه ومش قادره تعصيه عشان لو عصته انتقامه هيبقى شديد جدا. الراجل ده كان اسمه مانويل وما كانش عايش معاهم في القريه، كان عايش في مدينه بوجوتا عاصمه كولومبيا. المدينه دي بعيده عن قريتهم اكتر من 300 كيلومتر. المهم مانويل طلب من مراته ماجدولينا انها تسافر وتيجي تعيش معاه هي والاولاد، ورغم انه انسان وحش معاها لكنها رضخت ليه عشان العيال كانوا محتاجين دعمه المادي وما تقدرش تعتني بيهم من غيره، وطبعا كمان كانت خايفه منه. طريقه السفر الوحيده من القريه كانت بطيارات صغيره، ما كانش فيه طرق او شوارع تربط القريه ببوجوتا. فبعد ما ماجدولينا اخذت القرار قالت لاولادها انهم هيسافروا بالطياره، وامرتهم ان الموضوع ده يفضل سر عن جدتهم وباقي اهلهم، خصوصا عن امها فاطمه، لان الجده لو عرفت كانت هتحاول تمنعها وعشان كده خبت الموضوع عنها. وفي يوم 1 مايو سنة 2023 ماجدولينا أخدت العيال الأربعة وركبوا طيارة النقل الصغيرة اللي بتيجي كل أول شهر. الأطفال الصغيرين ما كانوش فاهمين طبعا إيه اللي بيحصل، بس الأم قالت لهم إنهم هينتقلوا للمدينة عشان يعيشوا مع أبوهم، وأكدت لهم إن الموضوع لازم يفضل سر. الأطفال كانوا أول مرة في حياتهم يركبوا طيارة، فكانوا خايفين لكن متحمسين شوية في نفس الوقت. الطيارة طارت والمشهد من فوق كان مهيب، غابات الأمازون الممتدة على طول النظر اللي كلها خضار. ليزلي كانت بتتأمل المشهد ومبهورة، بس فجأة الإحساس الجميل ده اتبخر. حست فجأة ان الطيارة بدأت تتهز بشكل مش طبيعي. الكابتن بدأ يكلم مركز التحكم اللي في مدينة سان خوزيه اللي هم رايحين لها على اساس انهم لما يوصلوا لمدينة سان خوزيه هيسافروا للمدينة بتاعت ابوهم عن طريق الارض. الكابتن بعت نداء استغاثة لمركز التحكم وقال ان الموتور اتعطل والطيارة بدأت تقع. مركز التحكم طلب يحدد موقعه، ادالهم الاحداثيات وبعدين حاول يعمل هبوط اضطراري، وبعد لحظات الطيارة كانت واقعة وسط غابات الامازون واتقطع الاتصال مع مركز التحكم. في الساعات اللي بعد كده اترفعت حالة الاستنفار. هيئة الطيران المدني الكولومبي ومعها القوات الجوية بدأوا عملية بحث منظمة عن الطيارة المفقودة. الطيارة كانت فيها 7 ركاب، الطيار وراكب، بالإضافة للأم ماجدولينا وأطفالها الأربعة ليزلي وسوليني وتيان وكريستين. فرق البحث والطيارات اللي كانت بتدور افتكروا إن الطيار حاول يهبط جنب النهر لأنه كان أقرب نقطة ليه، لكنه غالبا ما قدرش يوصل واضطر يهبط في مكان وسط الشجر. البحث الجوي في الأول ما اداش أي نتيجة، اللي كانوا شايفينه قدامهم كان بساط أخضر لا نهائي. وبعد 4 أيام من غير أي نتيجة الجيش بنفسه كون وحدة بحث للمهمة دي، وعينوا جنرال اسمه سانشيز يقود الوحده وينسق عمليات البحث. اتعمل مقر مركزي ودرسوا القضيه وفهموا كل تفاصيلها. المعلومات اللي كانت عندهم ان الطياره كانت طالعه من القريه متجهه لمدينه سان خوزيه، والرحله كانت حوالي 300 كيلو متر، لكن في نص الطريق عطل الموتور ووقعت الطياره في الغابه. الاحداثيات اللي كانت عندهم قبل ما الاتصال يتقطع كانت بتحدد منطقه تقريبيه مش موقع دقيق، فالمساحه اللي ممكن تكون الطياره فيها كبيره وصلت لحوالي 320 كيلو متر مربع. الجنرال سانشيز قرر يستعمل فرقه من القوات الخاصه مكونه من 26 جندي ويديهم المهمة عشان يدوروا على الأرض لأن البحث الجوي ما جابش أي نتيجة. تكتيك البحث كان بيقسم المنطقة لشبكة مربعات، وكل مجموعة من الجنود تمشط مربع متحدد بالجي بي اس، والمقر بيراقب العملية عن طريق أقمار صناعية وبينسق ما بينهم. يعني كانوا بيمشطوا المنطقة بشكل منظم مربع مربع. لكن الغابة كانت مكان خطر جدا، فيها حيوانات مفترسة وتعابين وحشرات سامة، بس الخطر الحقيقي ما كانش في الحيوانات. غابات الأمازون بالذات فيها ميليشيات مسلحة وعصابات وتجار مخدرات وبيتسموا بالكارتيل، بيبنوا مزارع ومعسكرات في الغابة بعيد عن الكل، والمنتج الرئيسي اللي بيبيعوه هو كوكايين. أفراد العصابات دول طبعا مجرمين ومسلحين، فالجنود لازم يكونوا حريصين جدا مش بس من الحيوانات لكن من العصابات كمان. حتى أثناء البحث ما كانوش بيطلعوا أي أصوات، كانوا بيتكلموا بالهمس والإشارات عشان ما يجذبوش انتباه العصابات. المقر والجنرال كانوا فاكرين إن المنهج المنظم والتكنولوجيا والجي بي اس هيخلوهم يلاقوا الطيارة بسرعة، لكن الأيام عدت ووصلوا دلوقتي لليوم ال 12 وقدروا يمشطوا 90%
من المنطقة، ولكنهم ما لقوش أي أثر للطيارة، وكل يوم بيعدي بتقل فرصة إنهم يلاقوا الناجين. ومع كل ده الجيش كان بيرفض مساعدة السكان الأصليين في المنطقة بالرغم إنهم أهل المكان وعايزين يساعدوا، وده لأن في مشاكل ما بينهم وبين الجيش. كتير من أفراد الميليشيات والعصابات أصلا بيطلعوا من السكان الأصليين، فالعلاقة فيها توترات. مع ذلك في فرق من السكان الأصليين اتوجهت للمكان وبدأت تدور على الطيارة رغم تعليمات الجيش. من ضمنهم كان مانويل جوز ماجدولينا وأبو الطفلين الصغيرين. الناس حواليه ما كانوش عارفين قد إيه الراجل ده علاقته وحشة بمراته. السكان الأصليين دول كان عندهم خبرة أكتر في الغابات حتى لو الجيش عنده تكنولوجيا، لكن هم أهل المكان وعايشين طول عمرهم في غابات الأمازون فعارفين كل الأسرار. وصلنا لليوم 15، وفي اليوم ده الجنود لقوا رضاعة صغيرة في الغابة، بزازة يعني. المركز اتفاجئ ازاي لقوا رضاعة قد كده وما لقوش الطيارة، لكن على الأقل دي كانت إشارة إنهم بيدوروا في المكان الصح. الجنرال سانشيز بعد ما شاف إصرار السكان الأصليين قرر يشركهم رسميا في العملية وطلب من جنوده التعاون معاهم، وده كان شيء غير مسبوق بين السكان الأصليين والجيش في كولومبيا إنهم يتعاونوا مع بعض. المهم فرق الجنود والسكان الأصليين بدأوا يمشطوا حوالين مكان الرضاعة، وبعد ساعات جت الأخبار اللي كلهم مستنيينها. أخيرا لقوا الطيارة كانت متدمرة والطرف الأمامي متكسر. الجنود لما فحصوها لقوا 3 جثث، الطيار وراكب اللي هو كان واحد من قادة السكان الأصليين والأم ماجدولينا. الأطفال الأربعة ما كانش ليهم أي أثر. للأسف الجثث كانت متقطعة وحالتها سيئة جدا بسبب الحيوانات المفترسة اللي نهشوا فيها، وده خلى الجنود يفكروا في احتمال إن كون الأطفال أصلا جسمهم صغير ممكن الحيوانات المفترسة دي تكون أكلتهم كلهم وما سابتش أي أثر ليهم. لكن في حاجة لفتت انتباه الجنود، حوالين الطيارة كان في شنط مفتوحة وهدوم وأكل مرمي على الأرض. حتى لو افترضنا إن الشنط طارت من الطيارة وقت الاصطدام، مين اللي فتحها وأخد منها الحاجات دي؟ كان واضح جدا إن في حد فتح الشنط ودور فيها، والأدلة كانت بتقول إن اللي فتحوها دول هم الأطفال، لأن الرضاعة اللي لقوها كانوا واخدينها من شنطة. المشاعر كانت خليط ما بين الحزن والفرح، حزن على اللي ماتوا وأمل وفرح على الأطفال اللي ممكن يكونوا لسه عايشين. لكن عدى 15 يوم من وقت الاصطدام، ولو الأطفال لسه عايشين هيكون وضعهم صعب جدا. إزاي أطفال صغيرين هيعيشوا وينجوا وسط غابات الأمازون المتوحشة دي؟ لازم يتحركوا وبسرعة. خلينا بقى نشوف إيه اللي حصل للأطفال بعد الاصطدام على طول. البنت الكبيرة ليزلي اللي عندها 13 سنة خبطت دماغها في جنب الطيارة وفقدت الوعي لمدة قصيرة. لما صحيت سمعت أصوات إخواتها بيعيطوا حواليها. أمهم كانت مصابة جدا ودمها سايح في كل حتة، كانت بتحاول تتمسك بآخر نفس بآخر خيط في الحياة، لكن للأسف بعد شوية ماتت قدام اطفالها. ليزلي ما كانتش عارفه تعمل ايه ولا تحس بايه. الاطفال بتعيط وامهم ماتت قدامهم، ما كانتش قادره انها تستوعب الموقف. الدموع كانت في عينيها وعايزه تعيط مع اخواتها، لكن فهمت انها دلوقتي لازم تتحول لام ليهم. اول حاجه عملتها انها راحت واخدت الرضيعه كريستين من ايد امهم. موقف صعب جدا واحد زيي يتخيله او يستوعبه، ما بالك البنت الصغيره. وبعدها شالت سوليني ال9 سنين وتيان ال4 سنين، طلعتهم كلهم من الطياره وبدات تنزل منها. اول ما حطت رجليها على الارض حست ان رجليها بتوجعها جدا، كانت مصابه في الركبه والمشي كان صعب عليها. كلهم كانوا مرعوبين، لكن ليزلي حاولت تفضل هاديه ومتماسكه عشان ما تخوفش اخواتها، لانها لو هي انهارت كلهم هينهاروا. المشكله انهم في مكان وحشي وصعب وسط غابات الامازون، والليل هناك بيبقى كابوس، مش شايفين حاجه بس بيسمعوا اصوات الحيوانات والحشرات المفترسه حواليهم. ليزلي عرفت انهم مستحيل يعيشوا لو فضلوا في نفس المكان، لازم يتحركوا ويدوروا على مخرج. فاول حاجه فتحوا الشنط ولقوا اكل ورضاعه ومؤن وحاجات كتير. ليزلي لازم تخلي اخواتها ياكلوا عشان جسمهم يتقوى للمشي. اخوها الصغير تيان كان بيسالها امتى امهم هتصحى، ما كانش فاهم اصلا مفهوم الموت وان امه مش هترجع. الاطفال اخدوا اللي يقدروا عليه من الشنط ومشوا من المكان. ليزلي كانت مش قادره تمشي كويس بسبب جرح ركبتها، وكانت عليها مسؤوليات صعبه انها تشيل الرضيعه، لكن سبحان الله اللي خلاها قدرت تتماسك وتكمل. كانت بتستخدم الشمس عشان تحدد بيها اتجاه الغرب، لانها فاكره ان الاتجاه ده ممكن يطلعهم من الغابه. في الرحله دي ضاعت منهم الرضاعه اللي لقوها الجنود بعدين. الجنود وفرق البحث بعد ما فحصوا موقع التحطم حاولوا يعرفوا الاتجاه اللي ممكن يكون الاطفال راحوا له. المشكله ان عدى 15 يوم من الاصطدام، ولو الاطفال لسه عايشين هيكونوا مشيوا المسافه طويله جدا، وده يخلي نطاق البحث يتوسع ويكبر. الجنرال سانشيز امر بتحريك القوات وبزياده المروحيات، لان كل لحظه بتعدي بتقلل من فرصه نجاه الاطفال دول. والتكتيكات في البحث اتغيرت، بدل ما الجنود يدوروا بصمت عشان خايفين من جذب انتباه العصابات، بقوا يصيحوا باسماء الاطفال وينادوا عليهم بصوت عالي جدا، عشان لو
قريبين منهم يسمعوهم. اثناء البحث الجنود لقوا ادله جديده بتدل على الاطفال، بقايا فواكه عليها اثار عض بشري، وجابوا كلب بحث اسمه ويلسون وهو كلب خبير في البحث عندهم، والكلب ده قدر يجيب اثار جديده. لقى مكان معمول زي ملجأ كده من ورق الشجر ومقص وحبل ورباط، والاهم اثار رجول لاطفال. الجنود حسوا انهم قربوا جدا لانهم اكيد مش هيبقوا بعاد قوي عن الاثار دي. بعد الاكتشافات دي الخبر انتشر في كل حته في الاعلام، والقصه بقت معروفه عالميا. الحكومه الكولومبيه خصصت موارد اكتر للبحث، والجنرال سانشيز اخذ صلاحيات اكبر وميزانيه مفتوحه. قرر يستخدم كل اللي عنده بما فيهم السكان الاصليين. رغم التوترات قرر يرحب باي مساعده، لان القضيه دي ممكن توحد الكل لهدف واحد وهو انهم يلاقوا الاطفال. وده فعلا خلى جماعات كبيره من السكان الاصليين تتطوع، والجنرال سانشيز بنفسه كان بيستقبلهم ويديهم تعليمات ويحفزهم، وعين لهم طيارات خاصه تنقلهم من القرى بتاعتهم لمكان البحث والعكس. الموقف ده وحد السكان الكولومبيين والجيش بشكل غير مسبوق، والعمليه اتسمت باسم عمليه الامل. المهم الجيش عملوا شريط اصفر مميز ممتد ل 11 كيلو متر، وعلقوا صفارات عليه عشان لو الاطفال لقوه يصفروا. كمان سجلوا رساله بصوت جده الاطفال فاطمه بتطلب منهم انهم يفضلوا في مكانهم. طبعا استعملوا صوت الجد عشان يبقى صوت مألوف ليهم ويطمنهم، وبثوا الرساله دي في مكبرات الصوت اللي على الطيارات. وفي فرق على الارض وزعوا منشورات تقول للاطفال يفضلوا جنب النهر، وبالليل كانوا بيستخدموا اضواء بحث ومكبرات صوت عشان يلاقوهم. يعني من الاخر نفذوا كل الطرق الممكنه عشان يلاقوا الاطفال. اما السكان الاصليين كانوا بيتعاملوا باساليبهم المعهوده في البحث، ما كانش عندهم تكنولوجيا، فكانوا بيعتمدوا على خبرتهم في الغابه والمعالم الطبيعيه. عندهم معتقدات غلط ان الغابه دي ليها الهه وارواح، وفي طقوس دينيه اوقات بتخليهم يشوفوا رؤى واحلام. شويه منهم بيتعاطى مخدرات خلال الطقوس دي زي الكوكايين والتوباكو، وده طبعا هو اللي بيعمل لهم الهلاوس والتخيلات دي. وصلنا لليوم 26 في عملية البحث، واللي صادف تاريخ 26 مايو 2023، وده كان يوم ميلاد الرضيعة كريستين. كان عندها 11 شهر لما الطيارة وقعت، ودلوقتي بقى عندها سنة كاملة. كملت أول عيد ميلاد ليها وهي ضايعة في غابات الأمازون مع أخواتها. الجنود حتى عملوا لها حفلة عيد ميلاد في مقر عمليات البحث كنوع من التضامن الرمزي. في الوقت ده ليزلي كانت لازم تبتكر وسائل مختلفة عشان تحافظ على حياة إخواتها. الرضاعة اللي ضاعت منهم كانت الوعاء الوحيد اللي عندهم، وكانت الحاجة الوحيدة اللي يقدروا يجمعوا فيها مية. بعد ما ضاعت اضطرت تستخدم ورق الشجر وتكثفه عشان تجمع فيه ميه المطر وتشرب منه اخواتها وتغسل بيه. لكن الصعوبه الاكبر كانت في التعامل مع اختها كريستين الرضيعه. كانت حتى مش قادره تشربها ميه بسهوله، وكانت بتواجه مشاكل كبيره في التعامل معاها من ناحيه التنظيف والاهتمام بيها. تخيلوا طفله بترعى طفله، حاجه صعبه جدا. احيانا كان الحظ بيحالفهم ويلاقوا شويه فواكه واقعه من الشجر على الارض، واحيانا كانت حتى القرود بترمي لهم الفاكهه كانها بتساعدهم. لكن حتى لما كانوا بيلاقوا فواكه صالحه للاكل، اكلها ما كانش سهل. اغلبيه الفواكه دي كانت قاسيه ونيه ناشفه، فالاطفال ما كانوش عارفين يمضغوها. فليزلي كانت بتضطر تمضغ الفواكه دي وتلينها عشان اخواتها الصغيرين يقدروا ياكلوها. ومع كل ده انهم يلاقوا اكل اصلا كان صعب جدا، وكانوا دايما حاسين بجوع شديد، وطبعا ده كان بيأثر على اجسامهم وصحتهم العامه. الوضع كان صعب والتحدي كان كبير جدا، وفوق ده كله ليزلي كان عليها ضغط جسدي اكبر، وهو انها تشيل اختها الرضيعه كريستين. احيانا كانت اختها الصغيره سوليني اللي عندها 9 سنين بتساعدها كده من وقت للتاني في انها تشيل كريستين، لكن الحمل الاكبر كان على ليزلي، وده زود صعوبه حركتهم وحط عبء اكبر عليهم. ده كله في كفه، والحاله النفسيه السيئه اللي هم كانوا فيها في كفه تانية. حرفيا كانوا احيانا يقعدوا في مكانهم ويعيطوا من كتر الجوع والتعب والالم الجسدي والنفسي. ليزلي كانت الوحيده اللي بتحاول تمسك نفسها وما تعيطش، لازم تفضل قويه عشان اخواتها، لكنها كانت حاسه بضغط مهول كانها شايله العالم كله على كتافها، غير الوجع النفسي والصدمه من موت امها. لكن كان لازم تفضل قويه وماسكه نفسها عشان اخواتها الصغيرين. الرعب الاكبر كان في الليل بعد ما الدنيا تضلم. غابات الامازون بحيواناتها وحشراتها الخطيره كانت بتتحول في الليل لمكان مرعب مليان مخاطر في كل اتجاه. في مره من المرات كانوا على وشك ان تعبان يلدغهم بعد ما اتسحب من وراهم، لكن لحسن الحظ في اخر لحظه خدوا بالهم منه، وليزلي قدرت تقتله بغصن شجره. من الضغط اللي ليزلي حست بيه في رحله النجاه الصعبه دي، جالها لحظه انهزام ويأس شديد. حالتها النفسيه وصلت لان قلبها بقى يدق بسرعه وانفاسها كانت بتضيق. الموضوع وصل بيها انها قررت تقوم من مكانها وتسيب اخواتها وتمشي. مخها ما قدرش يستحمل العبء اللي عليها، وفعلا سابتهم قاعدين ومشيت مسافه لوحدها، وبعدها جسمها انهار ووقعت على الارض وابتدت تعيط بحرقه شديده. طول الاسابيع اللي فاتت ما نزلتش ولا دمعه عشان اخواتها يفضلوا صامدين، وكانت دايما لازم تفضل سندهم. لكن خلاص وصلت لمرحله هي مش قادره تستحمل، وكانت بس محتاجه انها تعيط. وبعد حوالي 20 دقيقه من العياط المتواصل قدرت ليزلي انها تهدي نفسها، واستوعبت انها لازم ترجع لاخواتها اللي مالهمش بعد ربنا غيرها. رجعت لاخواتها وحضنتهم ووعدتهم
انها تفضل جنبهم لاخر لحظه. وصلنا لليوم 27 من عمليه البحث. اليوم ده كان مطر شديد وده خلى ظروف البحث اصعب واصعب، حتى الفرق والجنود اللي متجهزين بالعتاد ما قدروش يولعوا نار طول الليل بسبب المطر، والبرد كان شديد والرياح هاجت. تخيلوا ان حتى الكلب ويلسون اللي كان معاهم فك رباطه وهرب من الخوف اللي حس بيه من المطر والبرق والرعد. خساره ويلسون كانت خساره كبيره لفريق البحث لانه واحد من افضل كلابهم. العاصفه الشديده كمان عقدت عمليه البحث لان كل اثار الرجول والدلائل اللي ممكن تقودهم للاطفال اتمسحت بسبب المطر. فوق ده كله ما كانوش عارفين العاصفه دي اثرت على الاطفال ازاي. يعني لو فرق البحث والجنود المتدربين والمتجهزين باحسن الادوات ما كانوش عارفين حتى يولعوا نار طول الليل بسبب الرياح وخيامهم بالعافيه بتحميهم من البرد والمطر، امال حاله الاطفال عامله ازاي وهم لوحدهم في الغابه؟ ليزلي واخواتها اول ما العاصفه بدات حسوا ببرد شديد. حتى غابات الامازون اللي تعتبر مكان دافي نسبيا مع العواصف والامطار بالذات بالليل بتبقى مكان بارد جدا، ولو الاطفال اتبلوا وتعرضوا للمطر كانوا هيبقوا في خطر ان درجه حراره جسمهم تنخفض ويجي لهم برد شديد، خصوصا الرضيعه كريستين. فليزلي كانت لازم تلجا لاساليب النجاه اللي اتعلمتها من اهلها في القريه. بنت هي واخواتها زي خيمه او ملجا من اوراق شجر الموز. اوراق شجر الموز تخينه وكبيره نسبيا فكانت مناسبه ان الواحد يعمل منها ملجا. ليزلي اتعلمت تبني الخيم دي من صغرها، كانوا اطفال القريه بيبنوها للعب في الغابه، فليزلي واخواتها استخدموا الخيمه دي كملجا يحميهم من المطر والرياح. طبعا ما كانتش احسن فاعليه بس هي وسيله تحميهم وحاجه احسن من ولا حاجه. بعد ما المطر هدي فرق البحث اتحركت مره تانية. كانوا محبطين لان العاصفه مسحت اثار اقدام الاطفال اللي كانوا ماشيين وراها، لكن خلال اليومين اللي بعدهم حصلت مفاجاه. قدروا يلاقوا الخيمه الورقيه او الملجا اللي الاطفال استخبوا فيه في العاصفه، وحتى اثار سنانهم كانت واضحه على اطراف الورق لان ما كانش عندهم ادوات قطعه فكانوا بيضطروا يستخدموا سنانهم عشان يقطعوا الورق. والاهم من كل ده انهم لقوا اثار رجول حديثه جنب الخيمه، وده معناه ان الاثار دي اتعملت بعد العاصفه. لو كانت قبل العاصفه كانت الامطار مسحتها، وده معناه حاجتين: اول حاجه ان الاطفال لسه عايشين، والتانيه انهم اكيد في مكان قريب، مستحيل يكونوا بعدوا قوي عن المنطقه دي. الاكتشاف الكبير ده بس روح امل كبيره جدا في فرق البحث سواء الجنود او السكان الاصليين، وحمسهم كلهم انهم يضاعفوا مجهودهم اكتر واكتر. فتوزعت الفرق حوالين المنطقه وبداوا يمشطوها وهم بينادوا على الاطفال، وحتى المركز بتاع القياده بعت قوات دعم اضافيين عشان يشاركوا في العمليه. وصلنا لليوم ال30 ورغم كل الجهود ومشاركه مئات الناس في عمليه البحث للاسف ما كانوش قادرين يلاقوا الاطفال. الموضوع بدا يثير حاله من الاستغراب خصوصا في القياده، حتى الجنرال سانشيز بدا يحس بحاله من الياس. ازاي مش قادرين يلاقوهم؟ واضح ان الاطفال موجودين في المنطقه، حتى اثارهم موجوده، لكن بشكل ما ورغم العدد الضخم من فرق البحث ورغم التكنولوجيا المتطوره والجي بي اس والمتابعه بالاقمار الصناعيه وتمشيط المنطقه بطرق منتظمه ما قدروش يلاقوهم. حاجه مش منطقيه تماما. السكان الاصليين كان عندهم نظريه ان الارواح اللي في الغابه هي اللي مخبيه الاطفال وعايزاهم يفضلوا فيها، لكن القياده كان عندهم نظريه منطقيه اكتر، وهي ان الاطفال خايفين لدرجه انهم بيحاولوا يستخبوا من الجنود. ولو النظريه دي صح ده يفسر ليه مش قادرين يلاقوهم، لان ممكن الجنود يعدوا جنبهم من غير ما ياخدوا بالهم. الاطفال ممكن يكونوا شايفين الجنود اعداء، خصوصا انهم اتربوا في مجتمع فيه عداوه ما بينه وما بين الجيش، وكمان اتربوا على قصص ارواح الغابه والقوه الخطيره اللي فيها. مدرستهم في مدرسه القريه كانت بتحكي لهم قصص مخيفه عن ارواح الغابه، وبتقول لهم ان الارواح دي قويه جدا وعندها القدره انها تتحول لحيوانات او حتى بشر، وممكن تيجي تخطفهم وتاخدهم للغابه لان الغابه بتحب قرب الاطفال منها. كانوا بيستخدموا القصص دي عشان يخوفوا الاطفال انهم يدخلوا الغابه ويتعمقوا فيها، لكن في حاله الاطفال دول القصص دي كان ليها مفعول عكسي، وممكن تكون خلتهم يخافوا من الجنود ويفكروهم ارواح الغابه الشريره متنكرين في شكل بشر وبيحاولوا يدوروا عليهم. جدة الاطفال فاطمه كان عندها نظريه تانية، وبتقول انها استخبت من فرق البحث لانها ما كانتش عايزه تشوف مانويل جوز امها واللي كان موجود مع فرق البحث. مانويل كان بيعنفها ويأذيها وهي كانت بتشوف ده وتكتئب وتدخل في حاله نفسيه صعبه بسببه. وحتى في شويه من المقالات الاخباريه اللي قريتها قالوا ان مانويل كان بيعتدي على ليزلي نفسها مش بس على امها، فليزلي كانت بتكرهه وبتكره وجوده في حياتهم. والجده فاطمه قالت ان ده هو السبب اللي خلى ليزلي تستخبى هي واخواتها. كل واحد كان عنده نظريه وسبب ليه الاطفال مستخبيين، وده اصلا لو كانوا مستخبيين لان مفيش دليل مباشر على كده، بس في كل الاحوال القياده لازم تحط الاحتمال ده في بالها. ولو الخوف هو اللي بيخلي الاطفال تستخبى يبقى لازم يطمنوهم بطريقه ما. الطريقه الوحيده اللي فكروا فيها هي انهم يسجلوا رسائل صوتيه اكتر بصوت جدتهم فاطمه، وفعلا الجده سجلت رسائل صوتيه اكتر بلغتهم الاصليه، ومن خلال الرسائل دي شجعت الاطفال وخصوصا ليزلي انهم يتعاونوا مع الجنود وان الجنود دول موجودين هنا عشان ينقذوهم وان الناس بتدور عليهم عشان تساعدهم. وفضلت فرق البحث يشغلوا الاصوات دي من الهليكوبترات ومكبرات الصوت على الارض. الاطفال فعلا وصلتهم اصوات الرسائل. ليزلي كانت بتسمع صوت جدتها بوضوح، بس الصوت كان بيعدي من فيهم ويبعد ويختفي شويه شويه لانه كان صوت من طيارات هليكوبتر. ورغم ان الاطفال سمعوا الرسائل دي الا انها ما ساعدتهمش ان حد يلاقيهم. الجده فاطمه قالت انها في الوقت ده حلمت حلم
مرعب. شافت بنتها ماجدولينا ام الاطفال وقالت لها يا امي ليه بتحاولي تاخدي اطفالي انا اللي هاخدهم وهم هيفضلوا معايا. الجده صحيت مفزوعه وحست ان الحلم ده فال وحش، خصوصا مع ايمانها بافكار الالهه بتاعت الغابه والارواح والحاجات دي. فرق البحث من السكان الاصليين ايمانهم كل يوم كان بيزيد ان الارواح هي اللي مخبيه الاطفال، وزادت قناعتهم اكتر لما فجاه عدد كبير منهم مرض. كتير منهم بدا يعاني من الكحه والحمى، وده خلاهم يفتكروا ان القوه والارواح الشريره اللي ضدهم هي السبب في كل الامراض دي عشان توقفهم وتمنعهم انهم يلاقوا الاطفال. وعدد كبير من السكان الاصليين في فرق البحث بداوا ينسحبوا، وجت طيارات الهليكوبتر ومشيتهم من المنطقه دي. كانت القشه اللي قسمت ظهر البعير. ايمانهم بالحاجات دي خلاهم يخافوا يكملوا عمليه البحث، وقالوا لنفسهم لو آلهة وارواح الغابه عايزين الاطفال دول يبقى احنا ما نقدرش نعمل حاجه ولازم نحترم رغبتهم. بالنسبه للي فضلوا من السكان الاصليين ما كانوش حابين يطلبوا مساعده من الجيش رغم انهم محتاجينها، خصوصا المرضى منهم. لكن في الاخر الممرضين والجنود بتوع الجيش بداوا يدخلوا المخيمات ويساعدوهم. السكان الاصليين اتقبلوا المساعده بالعافيه لانهم ما كانوش متقبلين انهم يتقبلوا مساعده من الجيش ويشتغلوا معاهم عن القرب ده. لكن الواقع فرض نفسه، والجنود والممرضين ما قصروش معاهم، ساعدوهم وجابوا لهم ادويه واعتنوا بيهم كانهم اهلهم. وكبدره حسن نيه الجنود كانوا بيسيبوا سلاحهم في مخيماتهم وما ياخدوهاش معاهم لمخيمات السكان الاصليين. ده حسن العلاقه بينهم بشكل ما، وبقوا يقعدوا مع بعض ويتكلموا ويتشاركوا حتى الاكل والشرب. كانت تجربه غير مسبوقه وخلت علاقتهم اقوى. لكن السؤال اللي فضل شاغل بالهم كلهم، لو هم بكل التجهيزات والادويه والخيام والمعدات دي بيعانوا من المرض، امال حال الاطفال عامل ازاي؟ هل جالهم مرض؟ هل هم مع بعض؟ هل واحد منهم لا قدر الله مات؟ كلها اسئله مخيفه فضلت تلف في دماغهم، وهم عارفين ان كل يوم بيعدي بيقلل فرصه نجاتهم اكتر واكتر. وصلنا لليوم ال35 ولسه مفيش اي تقدم في عمليه البحث، وفرق البحث ما لقيتش اي اثار جديده للاطفال. وبدا اليأس ينتشر بين الجنود والسكان الاصليين، وبدات اعداد كبيره منهم تنسحب من عمليه البحث. المروحيات كانت بتيجي تاخدهم على مجموعات. المتطوعين دول بقالهم اكتر من شهر بيدوروا في الغابه، وكان لازم يرجعوا لعائلاتهم واطفالهم، ما ينفعش نلومهم لانهم عملوا اللي عليهم وزياده. وحتى الجيش طلعت قرارات من القيادات العليا بتؤمر بسحب عدد من الجنود عشان مطلوبين في اماكن تانية. فعدد فرق البحث قل بشكل واضح سواء من السكان الاصليين او الجنود. سانشيز قائد عمليات البحث رغم اليأس اللي دخل قلبه كان مصر يكمل المهمه مهما حصل، حتى لو الاطفال ماتوا لا قدر الله كان لازم يلاقيهم. وعشان يرفع معنويات جنوده قرر ينضم لهم بنفسه. ركب طياره هليكوبتر وراح للغابه وانضم لجنوده على الارض. نادر جدا ان جنرال ينضم مع الجنود في الصف الاول. صح دي ما كانتش حرب، بس برضه دي حاجه مش معتاده. وجوده معاهم رفع معنويات الجنود وحتى الفريق اللي فاضل من السكان الاصليين، ورجعوا يدوروا تاني في المنطقه ويمشوا ورا الاثار اللي سابها الاطفال، ويحاولوا يحددوا الاتجاه اللي الاطفال مشوا فيه. منطقه البحث صغرت جدا وبقت اسهل في التمشيط حتى مع العدد القليل، ورغم كل ده ما كانش فيه اي اثر للاطفال. بس في عضو واحد من فريق البحث قدر اخيرا يوصل لهم، والمفاجاه ان العضو ده ما كانش بني ادم. فاكرين الكلب ويلسون اللي هرب في العاصفه؟ ويلسون بعد ما ضاع في الغابه قدر بطريقه ما يلاقي الاطفال اول ما شافوه فرحوا بيه جدا واستأنسوا بوجوده وحبوه على طول. ويلسون فضل معاهم وبقى يرافقهم في كل تحركاتهم وكأنه حارسهم الشخصي، والاطفال حسوا بامان كبير وهو معاهم. لكن بعد كام يوم ويلسون سابهم واختفى بين اشجار الغابه. الاطفال زعلوا لما سابهم، بس ما كانش عندهم القوه انهم يجروا وراه، كانوا منهكين جدا واجسامهم الضعيفه ما بقاش فيها طاقه، والجوع كان مسيطر عليهم. عملوا لنفسهم مخيم صغير ورموا اجسادهم التعبانه على الارض وفضلوا في مكانهم مستسلمين. وصلنا لليوم ال40 في عمليه البحث، وفريق المتطوعين من السكان الاصليين كان بيقل يوم بعد يوم، واخر مجموعه منهم كان مقرر انها تمشي في اليوم ده. ما كانش هيفضل في الغابه غير عدد قليل من جنود الجيش. السكان الاصليين كلهم كانوا هيمشوا، وكان فاضل 4 ساعات على الهليكوبتر انها تيجي وتاخدهم. اتقسموا لمجموعات صغيره عشان ينفذوا اخر عمليه بحث قبل ما يمشوا. وللاسف بعد فتره كلهم رجعوا من غير اي نتيجه، وبدا شويه منهم يجهز حاجته عشان يمشي. لكن في مجموعه واحده مكونه من 4 اشخاص لسه ما رجعوش لانهم كانوا بيدوروا لاخر لحظه. الاربعه دول فجاه شافوا حيوان من بين الشجر. الكلب ويلسون كان بيبص لهم من بعيد وبعدها نبح لهم واختفى ما بين الشجر تاني. الاربعه قرروا يحاولوا يلحقوه، بس الكلب كان سريع جدا ومع كده كانوا بيحاولوا يتبعوا اثاره. ويلسون اختفى في عمق الغابه وهم توهوا اثره، لكن فجاه وهم بيدوروا عليه سمعوا صوت.
صوت طفل رضيع بيعيط. الأربعة وقفوا مكانهم بيحاولوا يحددوا مصدر الصوت، ولحسن حظهم صوت العياط زاد، فاتحركوا بسرعة وجريوا ناحية المكان اللي جاي منه الصوت. فرحتهم ما كانتش تتوصف لما شافوا الأطفال قدامهم مستخبيين في خيمتهم الصغيرة اللي عملوها من ورق الشجر. الأطفال في الأول كانوا خايفين لما شافوا الرجالة، لكن واحد منهم فتح إيده وقال لهم فاميليا فاميليا، يعني إحنا عيلتكم ما تخافوش. الصور واللقطات اللي أنت شايفها دي حقيقية. لحظة ما لقوهم حالتهم كانت صعبة جدا، واضح عليهم التعب وسوء التغذية. الولد تيين اللي عنده 4 سنين حالته كانت أسوأهم، حرفيا ما كانش قادر يقف على رجله، وكان ممكن يموت في خلال يومين أو 3 لو ما كانوش لقوه. رغم حالة الأطفال الصعبة الرجالة كانوا طايرين من الفرحة. أخيرا بعد كل المجهود والمدة دي قدروا يلاقوا الأطفال. قالوا لبعض إحنا 4 وهم 4 أطفال، كل واحد فينا يشيل طفل، وشالوهم على ظهرهم ورجعوا بيهم للمخيم عند ممرضين الجيش. الكل فرح لما شاف الأطفال، واليوم كان كأنه عيد. الجنود والسكان المتطوعين حضنوا بعض وعيطوا من كتر الفرحة. الممرضين أخدوا الأطفال وبدأوا يعالجوهم. في الأول ادوهم حاجات زي السيرم والأدوية، لأن في حالتهم دي ما ينفعش يدوهم أكل وشرب عادي على طول عشان جسمهم ما يتصدمش. الأطفال بدأوا شوية شوية يستعيدوا قوتهم، وابتدوا يشربوا وياكلوا بشكل طبيعي، ونفسيتهم اتحسنت. الخبر انتشر بسرعة ووصل لمركز القيادة والأهالي الأطفال. فرحتهم ما كانتش تتوصف. الجنرال سانشيز كان فرحان جدا وحاسس براحة كبيرة. الجدة فاطمة واخوها خال الأطفال وأهل القرية كلهم كانوا طايرين من الفرحة. القصة انتشرت في كل حتة في العالم تقريبا، ومفيش قناة أو جهة إعلامية إلا واتكلمت عليهم. احتمال كبير إنكم سمعتوا عنها لأنها بقت قصة عالمية وقتها. الأطفال الأربعة اتنقلوا بطيارات من الغابة، وبعدها اتاخدوا على المستشفى على طول. حالتهم الصحية كانت صعبة جدا، وفعليا لو إنقاذهم كان اتأخر يومين كمان بس كانوا ممكن كلهم يموتوا، لكنهم خدوا أفضل رعاية ممكنة وبدأوا يستعيدوا صحتهم واستقرت حالتهم الجسدية ومؤشراتهم الحيوية. بعد فترة من التعافي ليزلي قدرت تتكلم بشكل طبيعي، وحكت كل التفاصيل اللي حصلت لهم في الغابة، من لحظة تصادم الطيارة وازاي اضطرت تعتني باخواتها الصغيرين طول ال40 يوم وهم تايهين. ليزلي بتقول انها لما شافت الرجالة الأربعة وفهمت انهم جايين ينقذوهم حست ان كل الحمل اللي على كتافها اتشال، خلاص ما بقاش عليها مسؤولية انها تحمي اخواتها وتخليهم عايشين. اخيرا اتنقذوا وقدرت ترتاح. اللي عملته ليزلي وحمايتها لاخواتها طول ال40 يوم كان بالمعنى الحرفي معجزة، حاجة بتحصل في القصص الخيالية بس. ورغم ان محور القصة الاساسي كان الاطفال وعملية البحث عنهم، الا ان من اكتر الحاجات الايجابية كان التعاون غير المسبوق بين الجيش والسكان الاصليين، ودي تعتبر نقطة فارقة في التاريخ الكولومبي وواحدة من اكبر المكاسب في العملية دي. الرئيس الكولومبي بنفسه كرم عدد من السكان الاصليين وقادتهم من القبائل، وكمان الرجالة الأربعة اللي لقوا الاطفال اتكرموا واتعمل لهم احتفال كبير وسط جماهير من الشعب الكولومبي. دي كانت القضية اللي وحدت الكل وخلت كل الناس فرحانة من غير استثناء. الحاجة الوحيدة اللي حزينة انهم ما قدروش يلاقوا الكلب ويلسون بعد الحادثة. ويلسون بعد ما اختفى في الغابة فضل فيها للأبد. المتطوعين من السكان الأصليين كانوا بيقولوا ان الغابة وأرواحها قرروا يبدلوا الأطفال بالكلب ويلسون، واخدوه في مقابل انهم يرجعوا الأطفال، وكانوا متمسكين بالمعتقدات دي. بالنسبة لمانويل زوج الأم وابو الطفلين الصغيرين تيين وكريستين، بعد انتشار القصة وكلام الجدة وأهل الأطفال في الإعلام، الشرطة حققت معاه ووجهوا له اتهامات كتير بالاعتداء والعنف الأسري وحاجات سيئة جدا خصوصا اللي تخص الأطفال، وبناء عليها تم اعتقاله وهو دلوقتي في السجن مستني محاكمته. الأطفال اتحطوا تحت رعاية مؤسسة سلامة الأسرة في كولومبيا، وأهلهم وبالذات جدتهم فاطمة كانوا دايما بيشوفوهم بشكل منتظم، وبعد ما تعافوا تماما رجعوا لحياتهم ولدراستهم وبدأوا أخيرا يبصوا للمستقبل من تاني. أكيد الحادثة دي هتفضل في ذاكرتهم طول عمرهم كنوع من التروما أو الصدمة، بس نقول إن شاء الله إنهم يقدروا يتخطوها. وبكده نبقى خلصنا القصة. انزل اعمل الواجب، أشوفكم القصة الجاية، مع السلامة.